كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أما أنا فحياتي سوف تكون أطول من حياة شانقي. هذه كلمات الأشهر المقاومين الليبيين العرب والمسلمين: شيخ المجاهدين، شيخ الشهداء، أسد الصحراء. هذه كلها ألقاب لقب بها أشهر مقاوم ليبي، هو عمر المختار. سمعتي قصته لأول مرة غادي تظن بأنها سيناريو الفيلم هندي، البطل ديالها شاب، ولكن هي في الحقيقة قصة حقيقية دارت الأحداث ديالها في ليبيا وإفريقيا، لشيخ داهية في الذكاء، دافع على بلاده وعلى دينه وعلى شعبه بكل ما لديه من قوة. الإيطاليين يضحيوا بالغالي والنفيس من أجل القبض عليه. أكثر من 20 سنة من الهزائم تكبدتها دولة من أعظم الدول آنذاك. أكثر من 20 سنة الاحتلال الإيطالي كيحارب في شخص ما استطاعش أنه يتعرف حتى على المظهر ديالو. عمر المختار في شبابه مرضاش الظلم حتى من حيوان مفترس، وكيف له أن يرضى بالظلم لوطنه ودينه وشعبه. عمر المختار الرجل الذي أينما حل الظلم كان للظالم بالمرصاد. قاتل الاحتلال الفرنسي في دولة السودان ودولة تشاد، وقاتل المحتل الإيطالي في بلاده ليبيا. هو من حفظ دروب ومسالك الصحراء دربا بدرب وشبرا بشبر، حتى أصبح يتجول في الصحراء الليبية والإفريقية وكأنه كيتجول في المنزل ديالو. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نتعرفوا على القصة ديال عمر المختار مع الاحتلال الإيطالي منذ دخوله إلى ليبيا حتى الإعدام ديال عمر المختار. نحاولوا نعرفوا قصة هذا الرجل اللي قال فيه أحمد شوقي: إفريقيا مهد الأسود ولحدها، ضجت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء. كان موته فاجعة كبرى رحمه الله. لما جاء المستعمرون يضربونه وجنده وجيش المسلمين معه بالطائرات، جاء من حوله من الإخوة الليبيين يفزعون إلى عمر المختار، قالوا: يا شيخ عمر. مع نهاية القرن التاسع عشر ميلادي وبداية القرن العشرين عرفت الدول الأوروبية حركة توسعية من أجل البحث عن مستعمرات جديدة، سميت آنذاك بالإمبريالية، بحيث تقاسمت فرنسا وإسبانيا المغرب، والجزائر اللي كانت محتلها فرنسا 132 سنة، بالإضافة لتونس كذلك اللي كانت محتلها فرنسا، بالإضافة لعدة دول إفريقية أخرى، وكذلك ليبيا من جاتش من أطماع المستعمر وكانت من نصيب الإيطاليين. كانت ليبيا جزء من الإمبراطورية العثمانية منذ 15 غشت 1551، وبعد ما وقعت فرنسا وإيطاليا معاهدة سرية أعطت الحق لإيطاليا التدخل في المغرب وليبيا. في نهاية مارس 1911 بدأت الصحافة الإيطالية حملة ضخمة من أجل تمهيد لاجتياح ليبيا من خلال تصوير ليبيا على أنها ولاية غنية بالمعادن ووفيرة الماء، وأنها غادي ترجع بالنفع على الدولة الإيطالية، وأنها ما كيحميها غير 4000 جندي عثماني، وأن السكان الأصليين الليبيين راهم معاديين الإمبراطورية العثمانية وكيتفاهموا مع الإيطاليين. هادشي كامل من أجل التأثير في الرأي العام الإيطالي والموافقة على اجتياح ليبيا. الآن على هذه المعطيات كاملة تم تصوير هذا الاجتياح بأنه غيكون واحد النزهة عسكرية، والجنود الإيطاليين غيهبطوا يجيبوا غير دويرة في ليبيا يبدلوا شوية الجو ويرجعوا في حالهم. ثم في 27 شتنبر تم تقديم الإنذار الأخير للإمبراطورية العثمانية باش تسلم ليبيا للإيطاليين، وبدأت الدولة الإيطالية في الإعداد لاجتياح ليبيا، بحيث تم إعداد خطط عسكرية إيطالية أولية تمثلت في 34,000 جندي و6300 خيل وفرس و1050 ناقلة جنود، بالإضافة ل 48 قطعة سلاح مدفعية و34 قطعة سلاح مدفعية جبلية، بحيث غيتم تعديل هذه الخطة فيما بعد لتصل إلى 100,000 جندي، وغيدخلوا الطيران الجوي في الاجتياح. في المقابل ديال هذه القوة كان غيكون في المواجهة فقط 4800 جندي عثماني كيستخدموا أسلحة تقليدية قديمة، وغيتم الإعداد للدفاع عن ليبيا بشكل عاجل، بحيث غيتم ضم السكان الأصليين الليبيين وغيكون على رأسهم بضع مئات من الضباط العثمانيين غيقوموا بالتوجيه ديالهم. بحيث في 28 من شتنبر ظهر الأسطول الإيطالي في ميناء طرابلس، ثم ليتم أول إنزال للقوات الإيطالية في 10 من أكتوبر، وسرعان ما تم احتلال بنغازي ودرنا وطبرق، واستمرت هذه الحرب. في 25 من شتنبر أعلنت إيطاليا على أن ليبيا أصبحت مستعمرة إيطالية. في هذه الأثناء والأحداث كاملة اللي وقعت كان الشخصية اللي دايرين عليها هذا الفيديو ديال اليوم عمر المختار
كيتواجد في مدينة الكفرة بقلب الصحراء. وملي كان راجع في الطريق ومر بقبيلة جلو، سمع بخبر نزول الإيطاليين. من ثم كينطلق مسرعا إلى زاوية القصور باش يجند المقاتلين. استطاع أنه يجمع 1000 مقاتل ليلتحقوا بصفوف القوات العثمانية باش يقاتلوا في الجانب ديالهم. وتم إنشاء معسكرات بجنوب مدينة بنغازي. في سنة 1912 اندلعت حروب البلقان. هادشي اللي جبر الدولة العثمانية انها توقع معاهدة صلح مع ايطاليا. هادشي اللي غيدفعها انها تنسحب. هادشي بدوره ادى الى سخط المقاتلين الليبيين، فاصروا الليبيين على الجنود العثمانيين عند المغادرة ديالهم انهم يعطوهم الاسلحة، ولكن العثمانيين رفضوا لان ذلك كيتناقض مع الشروط اللي وضعوها مع الايطاليين. هادشي اللي غيخلي السكان الليبيين انهم يدخلوا في معركة مع الجيش العثماني من اجل التسليم ديالهم الاسلحه. هاد المعركه اللي غيطيحوا فيها بزاف ديال القتلى من كلا الجانبين، من العثمانيين وحتى من الليبيين. في هاد الوقيته تم ارسال عمر المختار باش يفك هاد النزاع اللي واقع ما بين الليبيين والعثمانيين، اللي ما استطاع حتى واحد انه يفك هاد النزاع. وبالفعل نجح عمر المختار باش يفك ويهدأ الطرفين بجوج. هاد الوقيته غادي تبدا تعرف ليبيا اعنف المقاومات ضد الايطاليين. ولقى عمر المختار نفسه من معلم للقرآن الكريم إلى مقاتل يجاهد في سبيل دينه وبلده وشعبه. عمر المختار أو السيد عمر المختار بن عمر المنفي الهلالي، قيل من مواليد 1858 وقيل من 1862. ولد في البطنان ببرقة بالجبل الأخضر. توفى الوالد ديالو وهو باقي صغير وتكلف عمه بالتربيه ديالو. درس في مدرسه القران الكريم ثم من بعد التحق بالمعهد الجغبوبي. في صغره حصد عمر المختار الانتباه ديال الشيوخ ديالو بالذكاء ديالو والفطنه اللي عنده. كانت عنده واحد العلاقه قويه مع الشيوخ السنوسيين حتى اصبح كيتلقب بسيدي عمر. هذا اللقب ديال سيدي اللي ما كيتعطى الا للشيوخ الكبار للسنوسيه. هاد السنوسيه اللي هي واحد الحركه اصلاحيه ذات طابع اسلامي. عمر المختار خلال القتال ديالو الفرنسيين في تشاد اكتسب واحد الخبره كبيره في تقنيات وتكتيك الحرب، بالاضافه للخبره ديالو السابقه بجغرافيا الصحراء، بالدروب والمسالك ديال الصحراء. وجمع ما بين هادشي كامل باش تكون عنده دائما الافضليه في قتال الايطاليين، بحيث كان دائما كيتفوق عليهم. بدا عمر المختار في الحروب ديالو كيستعمل حروب العصابات، ضرب وهرب. بدا كياخذ عمر المختار الرجال ديالو في حملات سريعه على الجيش الايطالي والمعسكرات الايطاليه، بحيث كيزرب عليهم ما كيعرفوا روسهم باش تبلاو. كيدخل كيهجم عليهم بسرعه وكينسحب لقلب الصحراء وما كيستطيعوش انهم يتبعوه، نظرا انهم ما كيعرفوش المسالك الصحراويه. هاد الهجمات وهاد القتال اللي كان كيقوم به عمر المختار اصاب الجنود الايطاليين بالذهول والحيره. كيفاش الشخص بدوي مع مجموعه من الرجال كيركبوا غير على الاحصنه استطاعوا يديروا هادشي كامل في جيش منظم وكيتعتبر من اقوى جيوش انذاك، بحيث صابوا بالحرج امام الراي العام الايطالي وامام الدول الاوروبيه. كيفاش جيش منظم وجيش بهذيك القوه ما تمكنش انه يخمد الثوره لبعض الليبيين البدو اللي كيركبوا غير على الجمال والخيل. وهذاك الاجتياح اللي قالوا عليه في الاول غيكون غير نزهه للجنود الايطاليين راه ولا مقبره ليهم. كل معركه كيطيح اكثر من الجنود الايطاليين. مع مرور الايام وكل ما داز الوقت بدات كتزاد الشده ديال الحروب ما بين الايطاليين والمقاومه الليبيه. بزاف ديال المعارك اللي خادم عمر المختار ضد الجيش الايطالي اللي كانوا في اغلب الاحيان ودائما كيتكبد الجيش الايطالي خسائر فادحه. في احدى المرات وفي شهر رمضان بما كان عمر المختار راجع من مصر هو وبعض الشيوخ وبعض العساكر اللي ما كانش كيتجاوز العدد ديالهم 50، تلقاو لهم 7 سيارات ايطاليه مصفحه مزوده بالاسلحه والمدافع رشاشه واعترضوا الطريق ديالهم. وما كان من عمر المختار والرفقاء ديالو الا تهلاو في الايطاليين بالقرطاس وخلوا فيهم طيح اكثر من نيض. استطاعت سياره وحده انها تنجا وتهرب. وما حد الوقت كيدوز بداو المجاهدين كيوسعوا النشاط ديالهم في الجبل الاخضر، ولمع اسم عمر المختار ما بين القبائل والناس الليبيين على انه القائد اللي كيتقن اساليب الحرب وكبد الايطاليين خسائر كبيره. وبداو كينضموا بزاف ديال المقاتلين المقاومه باش يقاتلوا الايطاليين، بالاضافه للقبائل والناس الاخرين اللي بدورهم بداو كيزودوا عمر المختار والمقاومه بكل ما كيحتاجوه من مؤن واسلحه. ثم بتاريخ 28 مارس 1927 شاركوا المجاهدين مع القوات الايطاليه في معركه
اللي تكبدوا فيها الايطاليين واحد الخسائر فادحه جدا. هنا ما بقاش قادر الجيش الايطالي انه يتكبد اي خسائر اخرى، وما بقاش قادر انه يبقى دائما في كل معركه كيبقى مهزله امام الجيوش الاوروبيه، فكان لابد من اعاده النظر وبدا كيحشد في قوات كبيره باش انه يقضي على المقاومه الليبيه بمره. وتمكنت القوات الايطاليه من انها تجمع واحد الجيش عظيم العتاد وعظيم العدد، بحيث بداو كيقوموا بضم فرق ايطاليه وفرق بالاضافه لفرق غير نظاميه اللي كتمثل في مرتزقه، بالاضافه لعده سيارات مصفحه وادخال الطائرات والدبابات. بالمقابل هادشي كامل كان في المقابل 1500 مجاهد ليبي باسلحه تقليديه بسيطه وكيتوفروا غير على الخيل والجمال. تمكنت ايطاليا من معرفه المكان اللي كتركز فيه المقاومه الليبيه عن طريق الجواسيس ديالها، وبدا زحف القوات الايطاليه اتجاه العقيره في مسيره دامت لمده يومين. وبالفعل استطاعوا الايطاليين انهم يحاصروا عمر المختار والرجال ديالو. ومن اللي عرف عمر المختار هذاك الشيء اللي كيخطوا ليه الايطاليين، شرع في اتخاذ خطه حربيه سريعه، بحيث عطى اوامر على عجل باش يتم حفر الخنادق اللي غيتحموا فيها الجنود والاهالي، وقام بتقسيم المجاهدين على حسب الانتماء القبلي ديالهم، وكل مجموعه حطوا رهق الاسر ديالها. وللعلم فرا المجاهدين الليبيين ملي كانوا كيبداو شي معركه وكيدخلوا في شي قتال مع الايطاليين كانوا كيربطوا رجليهم باش انهم ثلاث نادم معاهم الحال وبغاو يهربوا ما يقدروش، وانهم يقاتلوا حتى لاخر نفس، يا اما ينتصروا ولا يموتوا. اللي في هذه المعركه طاحوا بزاف ديال الليبيين سواء اطفال ورجال ونساء بعد ما تم القصف اماكن تمركزهم بالطائرات. وعمر المختار هو والرجال ديالو تمكنوا من انهم يخلوا الايطاليين يتراجعوا. من هذه المعركه ولات الحكومه الايطاليه منهكه وما بقاش قادره انها تاخذ اي معركه، بحيث المعركه اللي كتاخذها كتخرج فيها هي المغلوبه. وفي هذه المعركه اكتشف عمر المختار سياسه جديده اللي بداو كياخذوها الايطاليين، بحيث انتقلوا من حرب ضد المقاومه الى حرب اباده للشعب الليبي. هادشي اللي خلى عمر المختار انه ياخذ قرارات عاجله، بحيث انه يقوم بترحيل المدنيين من نساء ورجال وشيوخ من القبائل ديالهم الاماكن اللي بعيده من اجل الحمايه ديالهم من غارات الجويه ويبعدهم شويه على المقاومه، بحيث قام بتفكيك هذه المقاومه الى مجموعات صغيره. هذه المجموعات اللي كتنتشر ولكن عند الضروره في اي معركه كتلتحم بسرعه وكتولي واحد المجموعه. بالاضافه لعرف بانه من الضروري وصلت الوقت باش انه يعرف بالقضيه الليبيه. هذاك الشيء علاش بدا كيأثر في الرجال وكيصيفطهم للخارج ليبيا وحتى لاوروبا باش يعرفوا بالقضيه الليبيه. بدات مراحل المفاوضات اللي كانوا باغينها الايطاليين نظرا للخسائر وانهم ولو ضحكه في اوروبا. ما كانش مفاوضات 100%، بحيث الايطاليين ملي فشلوا شحال من مره انهم يرشيو عمر المختار ويجبدوه للجانب ديالهم ما خلاو ما قدموا ليه من الاغراءات سواء الماديه والمناصب، ولكن عمر المختار ما وافقش ودائما بقى ثابت على الراي ديالو. عطاوه واحد طابع جديد وداروه في واحد النسخه واحد القالب سموه المفاوضات. ذات المفاوضات ما بين عمر المختار والحكومه الايطاليه. هاد المفاوضات اللي كان للايطاليين شروط وعمر المختار شروط. الايطاليين من هذاك الشيء اللي قالوا بان المجاهدين الليبيين نص ديالهم غيسلم الاسلحه للجيش الايطالي وغيعوضوهم مقابل 1000 ليره لكل بندقيه، والنص الاخر اللي غيبقاو مع الاسلحه غادي ينضم لواحد التشكيلات اللي غادي تنشئهم الحكومه الايطاليه. وعمر المختار اللي كان تقدم في السن قالوا له تاي غنعطيك واحد المنزل وواحد التقاعد مريح وسير ارتاح، هذاك الشيء اللي بقى لك في حياتك. ولكن عمر المختار رفض تام كل هاد الشروط اللي جاو بهم الايطاليين وعطى حتى هو الشروط ديالو. من هاد الشروط كف الحقوق الدينيه والثقافيه للشعب الليبي بالسماح بتدريس الدين الاسلامي وتعليم اللغه العربيه، بالاضافه للحقوق السياسيه بحيث ان الحكومه الايطاليه تخلي السلاح في يد المقاتلين الليبيين وتسمح لهم باش ينتخبوا الحكومه اللي تمثلهم، وبان هذا الاتفاق خاصو يتم تحت اشراف مراقبين من تونس ومن مصر. هادشي كامل رفضته كذلك الحكومه الايطاليه. من بعد دخلت المقاومه الليبيه والجيش الايطالي في هدنه استمرت المده حتى جات حرب الاباده ضد الشعب الليبي. اجراءات ضد الشعب الليبي اجراءات تعسفيه اللي تمثلات وقرار توقيع عقوبه الاعدام على كل من يتعاون او يتصل بالمجاهدين. انشاء المحكمه الطائره. هذه المحكمه الطائره اللي كانت عباره عن محكمه كامله كاينه في الطائره كتنتقل من مدينه لمدينه في نهار واحد، بحيث هذه المحكمه كتحط الرحال ديالها في احد المدن الليبيه وكتقوم بمعاقبه
الناس وكتقوم بمحاكمة الليبيين في محاكمة سريعة وكتنفذ عليهم عقوبة الإعدام، وكتنطلق من هذيك المدينة لمدينة أخرى أو لمكان آخر في ليبيا، بحيث كيمكن ليها تنفذ بزاف ديال المحاكم في نهار واحد في عدة أماكن في ليبيا، بالإضافة إلى إنشاء معسكرات الاعتقال بالصحراء الليبية والإحاطة ديالها بالأسلاك الشائكة، وقاموا بنقل كل من له علاقة بالمقاومة، ولا كتربطوا حتى الصلة مع المقاومين الليبيين. احتجزوا فيهم أطفال، نساء، شيوخ، رجال، ناس مرادين، كل شيء احتجزوه في هذه المعسكرات ديال الاعتقال، وأحاطوهم بالأسلاك الشائكة، وكانوا تحت مراقبة إيطالية شديدة. هادشي كامل غير باش يضعفوا المقاومة الليبية، راه كانوا كيزودوها القبائل والسكان بالأكل والأسلحة والزاد والخيل وكل ما كيحتاجوه لمحاربة الإيطاليين. زد على ذلك رجعوا بالقرى الليبية خراب، بحيث قاموا بهدم المنازل، حرقوا المحاصيل. وبعد ما خاد الجيش الإيطالي تحت إدارة غراتسياني هذه الإجراءات كاملة، كان لابد لعمر المختار من أنه يطور الأساليب ديالو اللي غادي يتماشى مع هذه المرحلة الجديدة اللي دخلت فيها المقاومة، بحيث قام بنقل المقاومة وقربها من الحدود المصرية باش تمكن المقاومة أنها تزود بالذخائر والمؤن والأسلحة من مصر. ومع هذا الإجراء اللي خاض عمر المختار، غراتسياني خاض إجراء آخر، بحيث قام بعزل ليبيا عن مصر بأسلاك شائكة اللي كلفت الحكومة الإيطالية 200 مليون فرنك، وامتدت هذه الأسلاك من البحر الأبيض المتوسط إلى ما بعد الجغبوب. في شهر أكتوبر 1930 تمكن الجيش الإيطالي من الاشتباك مع المقاومة الليبية في معركة كبيرة اللي عثروا في الخلال ديالها على النظارات ديال عمر المختار والحصان ديالو. هادشي اللي خلى غراتسياني غادي يطير بالفرحة وصدر بيان: لقد أخذنا اليوم نظارات عمر وغدا نأتي برأسه. وفي 11 من سبتمبر 1931 توجه عمر المختار بصحبة عدد صغير من رفاقه، وإثر اشتباكهم في أحد الوديان جرح حصان عمر المختار، وسقط عمر المختار على الأرض وحاصروه القوات الإيطالية. وغير للعلم أكثر من 20 سنة والإيطاليين كيحاربوا في المقاومة الليبية، والهدف ديالهم هما يقبضوا على الرأس المدبر ديال هذه الحركة اللي هو عمر المختار، وما كانوش كيعرفوا حتى الشكل ديالو وحتى الوجه ديالو، لدرجة أنهم لا تلاقاو معاه في شي بلاصة ما كان غيعرفوا فيهم حتى واحد. وفي هذه المعركة وملي تم القبض على عمر المختار ما كانوش عارفين عمر المختار، وكانوا كيظنوا غير أحد المقاومين، حتى بدا كيغوت واحد الشخص: سيدي عمر سيدي عمر. عاد فاش كلشي الإيطاليين صابوا بالدهشة وعرفوا بأن هاد الشيخ هو اللي كيقلبوا عليه، وهاد الشيخ هما اللي ضحوا بالغالي والنفيس غير باش يأسروه. بحيث الخبر وصل لكل الشخصيات الإيطالية، وتم استدعاء أحد القادة الإيطالي اللي هو ديادوتشي. هذا القائد هو اللي كان جرى معاه المفاوضات من أجل التعرف وتأكيد الهوية ديال عمر المختار. نقل عمر المختار على متن طراد بحري إلى مدينة بنغازي، وعند النزول ديالو في الميناء كان مئات المجاهدين مصفين على رصيف الميناء كيتسناو باش يشوفوا الشيخ ديالهم، شيخ المجاهدين عمر المختار اللي قاتل أكثر من 20 سنة بدون كلل أو ملل الإيطاليين. ونقل عمر المختار إلى السجن وكان تحت حراسة شديدة، بحيث كل مدة كانوا كيتغيروا الحراس. والوحيد اللي شاف عمر المختار هو الصديق ديالو من طفولة اللي تفارقوا وما بقاوش فاهمين ملي كبروا. وملي خرجوا سولوه الناس كي داير عمر المختار أجابهم بأبيات للإمام الشافعي: عليه ثياب جميعها لو تقاس بفلس لكان الفلس منها أكثر، وفيه نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. في 15 من شتنبر 1931 أجريت محاكمة عمر المختار، محاكمة صورية، بحيث الإيطاليين راه قبل ما يأسروه ناويين يحكموا عليه بالإعدام، وداروا ليه غير هاد المحكمة غير صواب ويحيدوا عليهم اللومة. في صباح اليوم الثاني من المحاكمة بمركز صلوق أخذت جميع التدابير من أجل تنفيذ الحكم في عمر المختار، وجاء بعمر المختار إلى مكان تنفيذ الحكم، بحيث تم إحضار إلى مكان تنفيذ الحكم جميع أقسام الجيش بالإضافة للميليشيات والطيارين، وتم إحضار 20,000 من الأهالي والمعتقلين السياسيين من أجل مشاهدة الحكم. وأحضر عمر المختار مكبلا بالسلاسل إلى منصة الإعدام، وبمجرد الوصول ديالو بدأت الطائرات كتحلق فوق الناس باش دير الصوت وباش ما يتمكنوش الناس يسمعوا شي هضره اللي قالها عمر المختار. يا عمر، لماذا لا تستسلم؟
احصل على افضل الشروط مع الايطاليين. يأخذون الأرض في النهار وبعون الله نستردها نحن في الليل. يا عمر المختار، أنت وحيد، قطعت بك السبل عن بقية البلد وعزلت عن بقية العالم. يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سحب الحبل ومات عمر المختار شهيدا. يقول رفعوا رفاتك الله في الرمال لواء، يا سلام، يستنهض الوادي صباح مساء. يا ويلهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء. ومن بعد حاولت إيطاليا أنها تأثر في المقاومين وتحاول تقنعهم بأنهم مهما صروا على الجهاد ومهما صروا على المقاومة فرا المصير ديالهم غيكون بحال الرئيس ديالهم عمر المختار. ولكن الليبيين ما استسلموش وواصلوا الجهاد ديالهم وكملوا هذاك الشيء اللي بداوه مع عمر المختار. استمر الاحتلال الايطالي لليبيا ومقاومه الليبيين للاحتلال حتى انسحبت ايطاليا من ليبيا بتاريخ 7 ابريل 1934. باش غيبقى عمر المختار رحمه الله من ابرز الشخصيات اللي مرت في التاريخ الاسلامي وحتى في العالم. شخصية مرضاتش بالظلم، شخصية حاربات حتى الآخر. ثم في سنة 2008 قدمت إيطاليا اعتذار رسمي للشعب الليبي على سنوات الاحتلال وسنوات النهب. حتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمناو أننا نكونوا وفينا حق هاد الشخصية. ما تنساش تدعمنا إلا عجبك الفيديو وخلي لينا ارتسامات ديالك على الفيديو في التعاليق، وشكرا على المشاهدة.